ما بقى والو على البدايه ديال الماتش ما بين الرجاء الكويتي. الانتصار ديال اليوم كاين تاهل مباشر بلا ما نتسناو اي نتيجه، والعكس ديال الكويتي اي نتيجه غير انتصار فكاين اقصاء مباشره. الانتصار ديال اليوم كاين لنا بزاف ديال الحوايج. اول حاجه التاهل الى الدور المقبل، ثاني حاجه غادي نكونوا ردينا الاعتبار وردين لانه كان ديجا كربحنا في واحد الماتش. اللي خصك تعرفوا ان القوه ديال الكويتي كتجلى في وسط الميدان. علاش؟ لانه فيها واحد النجم مغربي اللي كلشي كيعرفو، والنجم ديال تيسمى لكن مهدي بالرحمه، لكن اللي مزيان كشارو انه ما غاديش يكون في هذا الماتش. اما في الهجوم ديالو فهو عنده هجوم مزيان. علاش؟ لانه كان دا تقريبا احسن تهديف في الدوري الكويتي، وكيضم واحد التوانسه جوج طه ودحان. بالنسبه للرجاء فغتدخل الماتش بمعنويات مرتفعه. علاش؟ لو هي انتصرات في الماتش الاول، واللي غيزيد الثقه اكثر هو اختيار بوزوق العراسي ضمن التشكيله الافضل في الدور الاول. التشكيله ديال الرجاء ما غاديش تخرج على المألوف، تقريبا في التشكيله اللي لعبات في الماتش الاول، باستثناء غالبا ما يكونش اكسيل، ربما غيتبدل بالرحيمي. حاجه اخرى ثاني بزاف الناس كيسولوا علاش زعما ما كيلعبش حركات وكيلعب عراسي. بالنسبه للحركات فبقى عنده الاصابه في الماتش اللي فات ديال الفينال ديال كاس العرش.